لم تسمح الفرصة لساسي أوهيب ليكون أحد لاعبي الخضر في مشواره الكروي، أما كمكون فقد يأتي يوم ما ليكون على صلة قريبة من المنتخب الجزائري. ساسي لا تختلف أحلامه عن أحلام بقية الجزائريين في رؤية محاربي الصحراء يقطعون تذكرة مونديال روسيا، رغم أن المجموعة تضم أعتى المنتخبات الإفريقية. بالنسبة لتصفية للمونديال نظن أن الجزائر ما نقولش ما كانش معها الحظ، ولكن لقات نفسها في مجموعة قوية وقوية جدا بحكم تواجد منتخب الكاميرون ومنتخب نيجيريا ومنتخب زامبيا اللي فاز بالكأس ما قبل الأخيرة. فنظن أنه المستوى في هذه المجموعة راح يكون مستوى رفيع وصعب التكهن على تأهل أي فريق. المدرب الجزائري الجديد ميلوفان رايفيتش في يده الكثير من الأسلحة لمقارعة خصومه في التصفيات. الشيء المهم هو أن الجزائر تمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي عندهم مستوى ممتاز. هذا الشيء اللي راح يعطيهم دافع وحافز على أنهم يخوضوا التصفية يعني من موقع قوة. يبقى الأهم من كل ذلك جاهزية محاربي الصحراء خلال مواجهة الحسم، لأن منتخبات مثل الكاميرون ونيجيريا حتى مع انخفاض مستواها فلها من الخبرة الشيء الكبير. منافسين كذلك فرق قوية وقوية جدا. الآن مثل ما نعرف أنه في إفريقيا ما بقاش فيه فريق صغير، يعني المستوى تاع كرة قدم في إفريقيا الآن لا بأس به، وكل الفرق يعني عندها حظوظ للتأهل. فنظن أنه كل شيء راح يكون مرتبط على كيفية ونوعية التحضير اللي راح يقوم بها الناخب الوطني الجديد. هذه من جهة، ومن جهة أخرى كذلك أيام المباريات المستوى اللي يكون فيه اللاعبين اللي راح يختارهم الناخب الجديد. محاربو الصحراء مدعوون للتصدي للرصاصات النحاسية الزامبية إن أرادوا ترويض أسود الكاميرون، حتى تحليق أفضل من نسور نيجيريا والوصول إلى أراضي الدب الروسي.